السلام عليكم ورحمة الله. في سؤالين الفترة اللي فاتت اتكرروا على الصفحة. السؤال الأول هو أنت إزاي كدكتور بتقفل عيادتك وتسيب شغلك وتسافر لحد القاهرة عشان تحضر ماتش في الاستاد؟ السؤال التاني هتشجع الأهلي في كأس العالم للأندية والّا لأ؟ طيب مبدئيًا إجابة السؤال الأولاني إنه أنا كدكتور ليّا شغلي ملتزم بيه وليّا مرضايا اللي أنا يعني ملتزم معاهم وربنا سبحانه وتعالى يكتب الشفا على إيدينا. مركّز في مذاكرتي وفي شغلي ده حاجة، لكن كل واحد في الدنيا ليه حاجة بيحبها وبيفرح بيها. في واحد مثلًا بيحب يروح يقعد على الشط كده من غير ما ينزل المَيّة يبقى مبسوط، في واحد بيحب يدخل سينما، في واحد بيحب يروح مولات، أنا باحب أروح الاستاد، بابقى مبسوط لمّا باروح الاستاد. فدي بس الجزئية بتاعة السفر. الجزئية التانية بتاعة هتشجّع الأهلي في كأس العالم للأندية، أنا عن نفسي مقتنع بنظرية إنه أي حد مصري قصاد أي حد أجنبي نُقف مع المصري ضد الأجنبي، دي وجهة نظري. فأنا مع الأهلي ضد أي فريق غير مصري. لمّا يبقى في البطولة فيها الأهلي وبيراميدز بيتنافسوا مع بعض، هاشجّع بيراميدز ضد الأهلي، لكن الأهلي ضد إنتر ميامي أنا مع الأهلي، الأهلي ضد بورتو أنا مع الأهلي، الأهلي ضد بالميراس أنا مع الأهلي. وإن شاء الله ربنا يوفقهم وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله هناخد الكاس بكرة.